احفظ لسانك، ساعدني على أن تحفظ لسانك فقط. أنت ما تدري بالمراحل ولا برجال المراحل. وش عرفك بهذا؟ إيش دراك إيش يدير الله في الكون؟ إيش دراك من يصنعه الله لنصر الأمة؟ إيش دراك من يجعله الله في مرحلة من المراحل لأجل أمر من الأمور يريده من عنده؟ ولولا الهمة الربانية ما تحرك متحرك، ولولا العطاء الرباني ما سافر مسافر، ولولا الفيض الرحماني في عباده ما تحركت رجل من مكانها. كل يوم نحس بالأمراض، وكل يوم تودي الأمراض ويقولوا لك قم شل نفسك، لا تموت إلا وأنت مجاهد في سبيل الله ولو بالكلمة الطيبة. أعطيناك علم وأعطيناك حلم وأعطيناك وراثة وأعطيناك أمانة، لا تضيعها ولا تجعل هؤلاء السفاسف يلعبون بأمة محمد ما دمت حي. وبعد إذا قدمت تولى الله الأمور. قد كان حبيبنا ونبينا 23 سنة فقط وتوجه إلى عالم ربه، وعبث الشيطان في أمة محمد حتى نكسهم في نار جهنم. ونحن نخاطبكم لأجل تدركون، وأخص طلبة العلم، والبقية يسمعون الكلام، عجبكم شيلوه، ما عجبكم خلوه عند الباب. لكن طالب علم راجع نفسك وافهم ايه تقول. واذا انتسبت للرجال كن رجل، ولا حتى كن ربع رجل يكفي، كما يقولون ربع رجال يكفي. لكن اذا كان بنضيع ديننا وبنضيع وطننا وبنضيع بلادنا، وكل من جاءنا بصوت وكل من جاءنا بكلمة وكل من جاءنا بشكل بنتبعه. نعم إن كان من أهل الحق، أنا عبد من علمني حرف. والله أقسم قسم مغلظ، من حمل الحق والصدق والأمانة المحمدية والوراثة بشروطها أنا عبد له. يجب أن أسمعه، يجب أن أتبعه، يجب أن أسير في ركابه، لكن يسمعني كلام يعلمني أن في أخلاق، وأن في سند محمدي، وأن في أدب مع أمة محمد، وأن في كتاب، وأن في سنة، وأن في شريعة لها رائحة، لها نكهة، لها شيء لما ترى الإنسان تشعر بالسكينة، بالأمان، بالاطمئنان. لا حامل سلاح على ظهره ولا يخوفك ولا يرهبك ولا يرعبك، لأنك تريده يهديك، تريده يدلك على الجنة، ما تريده يخوفك ولا ينظمك ولا يدخلك في مجموعة. لا لعب من ألاعيب الأزمنة، نسأل الله الحفظ منها والسلامة منها. اللهم بارك في بلادنا، بارك في أولادنا، بارك في إخواننا، بارك في حاضرنا، بارك في مستقبلنا، بارك في الأمة محمد أجمعين. اللهم احفظنا بحفظك، وارعنا برعايتك، واسترنا بسترك، واجبرنا بجبرك، واجعلنا من خواص عبادك، وامنحنا ما منحت خواص الأولياء الصالحين المتقين الصادقين حيثما كنا وأينما كنا. واحفظ البلاد واحفظ العباد، وارزقنا ما رزقت خواص عبادك الصالحين في كل عصر وفي كل زمان، واغفر للأموات أجمعين. اللهم أن تقدم من صالح هذه الأمة وأولياء هذه الأمة ومشايخنا في الدين ورجالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا بهم الارتباط وكمال الانضباط، ويمنحنا نصيب من المحبة، ويكتبنا في ديوان الأحبة، يباعد بيننا وبين الشياطين والمفسدين في الدين أينما كانوا وحيثما كانوا وأينما كانوا، حسا ومعنا ظاهرا وباطنا. واهدنا واهد أمة محمد. اللهم اهد الجميع. اللهم إنك أنت أهل الهداية، وأنت أهل الرعاية، وأنت أهل الفيض، وأنت أهل العطاء. سألتك اللهم أن تهدينا فيمن هديت، وتعافينا فيمن عافيت، وتنجينا من كل شر ومن كل أذى ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على هذا الحبيب ظاهر وباطن، وإلى حضرة النبي.